اخوان ديالنا السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ديما الهمزات، ديما عقارات اللي رخاصين، ديما عقارات في مختلف مدن المغرب. بقاو مع الفيديو. كما شفتوا معنا منزل مستقل فيه لتحت والفوق غتاخدو ب5 المليون ونصف. كما سمعتي 5 المليون ونصف. وشنو معاه حتى الحانوت، حانوت تجاريه مواد الغذائيه. الاخوان ديالنا تبعوا معنا باش تكتشفوا كل شيء في هذا الفيديو هذا. ومعنا غير العقارات اللي رخاصين، ومعنا شقق، منازل، فيلات، يعني حاجه اللي كتطلبوها لي كاينه في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله شي واحد اللي كيقلب على شي عقار يقدر يلقى شي حاجه هنايا. راه دائما كنجيبوا مختلف عقارات. اخوان ديالنا نبداو لكم بهذه الهمزه الاولى. شوف ما شاء الله شي حاجه اللي زوينه ورخيصه وسط جميع المرافق العموميه، والمساحه ديال 80 متر. ولكن قبل ما ننطلقوا في المعلومات كاملين كنخليو لكم هذا الرقم اللي كيبان لكم هنا خاص بالاعلانات. عندك منزل، شقه، ارض، فيلا او محل تجاري، صيفطوا لي على هذا الرقم حيت فيه غير الواتساب فقط، وانا بالدور ديالي ندوزها لك في القناه ونشروها ان شاء الله. صيفط غير الفيديو ولا الصور مع المعلومات ونشروها ان شاء الله. ما نطولش عليكم الاخوان ديالنا، ندخلوا في التفاصيل. شوفوا ما شاء الله، يعني هذه هي الدار اللي بدينا بها الاولى، سفليه فيها الماء وفيها الضوء وقريبه للمرافق، نقيه، مساحه كبيره كما قلنا لكم 80 متر. ها انتم راه كاين مختلف عقارات، غير تبعوا الفيديو. واللي عجب له هذا المحتوى اللي كنقدموه ما ينساش يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس باش هكا دائما توصلوا بالجديد ديالنا. راه كنحطوا كل شيء اخوان ديالنا. دخلوا غير على الفيديو كتلقاو فيديو اللي غتلقاو فيديو كبير، يعني فيه 8 9 دقائق، عرف بالله فيه مختلف عقارات ومختلف مدن المغرب. ايوا هذه هي الدار الاخوان ديالنا انتم كتشوفوا. كتحتوي على جوج غرف، صالون، سيجور، الدوش وكوزينه الاخوان ديالنا، سفليه والمدينه اللي كيطلبوها ليه بزاف ديال الناس. ها انتم هذه غرفه النوم. المهم كل شيء غيبان لكم هنا في الفيديو، وفي الاخير غنخليو لكم الرقم ديال صاحب العقار مباشره. غنذكركم الاخوان ديالنا بالنسبه للناس اللي كيقول لنا على حساب التصويره جا مزيان في هذا الفيديو هذا، ولكن بغيت نقول لكم راه ماشي انا اللي كنصور، راه اصحاب العقارات اللي كيصوروا. حيت كما كتشوفوا كنجيب جميع مدن المغرب، واش انا غندور على المغرب كامل نمشي نصور دار ولا شقه ولا، يعني راه الناس اصحاب العقار كيصوروا لينا وحنا في القناه كندوزوها. كما كنقول لكم الرقم ديال الاعلانات راه تماك. اخوان ديالنا ما نطولش عليكم، هذا العقار اللي كتشوفوا الاول كيتواجد في مدينه قنيطره. الناس اللي كتسول لي على مدينه قنيطره قريبه لقيصريه واد الذهب، هذا هو الموقع ديالها، و80 متر. اما في خصوص الثمن اخوان الاعزاء فهي الثمن ديالها 23 مليون همزه والتخفيض، والرقم ديال مولاها راه غيبان لكم في اخر المعلومات. اما في خصوص العقار اللي شفتوا معنا ديال 5 المليون ونصف، دابا شويه غادي ننتقلوا عليه. هذيك دار مستقله، هذه دار سفليه ولكن الباب ديالها عندها بوحدها. بالنسبه للماء والدوره كل شيء فيها، وها الرقم ديال صاحب العقار. دابا الاخوان ديالنا ننتقلوا للعقار رقم 2 ديال 5 المليون ونصف. هذه قلنا لكم 23 مليون. كنزيد نذكر المعلومات باش هكا الناس ما يوقعش لهم اغلاط، ولكن راه كل شيء واضح في الفيديو. راه عقار واحد، عقار جوج، سبقنا هذا حيت فيه ما يتشاف الاخوان ديالنا العزاز. حتى لدابا ما علينا الا ننتقلوا للعقار رقم 2. قبل ما ننتقلوا ضغطوا على لايك تشجيع لنا على بركه الله. الناس اللي كتسنى الهمزه ديال 5 المليون ونصف، هي الاخوان ديالنا دخلنا فيه على بركه الله. كما كتشوفوا راه حتى هي بالضوء بالماء بكل شيء ديالها كما قلنا لكم، وفيها حتى واحد الحانوت لتحت في السفليه. بالنسبه للاخوان ديالنا شنو كيتواجد في هذا العقار هذا، انتم كتشوفوا راه خاصه اصلاح، ولكن راه 5 المليون ونصف الثمن ديال السياره ولا الثمن ديال الموتور. الا كان شي موتور مجهد شويه غيكون بهذا الثمن الاخوان ديالنا 5 المليون، يعني قل من الثمن ديال الدعم اللي كيعطيو ديال 10 المليون. فهذه 5 ونصف، وفيها حتى الحانوت لتحت. بالنسبه شنو كيتواجد فيها، اسمحوا لي الاخوان ديالنا، كيتواجد فيها في السفليه جوج بيوت، يعني صالون وبيت. بالنسبه للفوق عاودوا تكتشفوا معنا حتى الفوق كاين شويه ديال الفيديو. المهم لتحت راه فيها بعض البلايص اللي مسبوغين مزلجين، انتم كتشوفوا الاخوان ديالنا. بالنسبه للمساحه راه صغيره شويه، فيها شي 36 متر، وفيها داك الحانوت عاود اللي كيتواجد. غادي تشوفوا معنا الصوره ديال داك الحانوت غيبان لكم، غير تبعوا معنا الفيديو. بالنسبه للمكان والموقع ديالها فهي مدينه مراكش. دائما كنوع عليكم المدن، وبعيده من المحاميد ب 10 كيلومتر. ظاهر شريف دوار بن عزوز هذا هو الموقع ديالها. ها شويه ديال الفيديو دابا غيكملوا لكم عاود الصور باش ننتقلوا الاخوان ديالنا العزاز العقار رقم 3. حتى لدابا الاخوان ديالنا كنظن كل شيء واضح. عقار الاول اللي جبناه كان ب 23 مليون، وعقار الثاني هذا كان ب 5 المليون ونصف. اخوان ديالنا غنبهكم بواحد النقطه كما كنقولها دائما في الفيديوهات، مكتوبه لتحت الاخوان ديالنا في صندوق الوصف. اي واحد في هادشي ديال العقار يتعامل قانونيا، لا بالنسبه اللي كيشري ولا اللي كيبيع. كنهضر من جوج جهات، يعني بنادم ما يسبقش الفلوس ديالو حتى يشوف داكشي اللي كيشري. اخوان ديالنا ما نطولش عليكم، هذا هو الدار ديال 5 المليون ونصف اللي دازت في الاول 23 مليون حيت فيها شويه ما يتشاف.
كل مره كيفاش كنسبقوا مره عقار الاول مره عقار الثاني. دابا ننتقلوا للعقار، هي الحانوت اللي قلت لكم، العقار رقم 3. على بركة الله الاخوان ديالنا اللي مازال معنا في الفيديو، حنا انتقلنا لعقار رقم 3. غنعطيكم واحد المدينه عاود اللي كتقلبوا عليها بزاف ديال الناس، جبناها لكم في هذا الفيديو هذا الاخوان ديالنا. علاش كنقول لكم دائما اشتركوا في القناه واضغطوا على زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. غنقدموا لكم هذه الشقه الرائعه اللي كتباع بالفراش ديالها. داك الشيء كامل اللي غتشوفوا معايا في هذا الفيديو غيمشي معايا، يعني تدخل وتسكن، ما تهز لا رحيل لا والو، واللي عنده رحيل يقدر يزيدوا على هذا. كاين بعض الناس اللي كيبغيو بحال هكا حيت مفرشه تبارك الله كما كتشوفوا، العبارات كلشي هو هذاك في الدار، يعني ما بلا ما تصدع راسك، يعني دير شي حاجه. يعني الناس اللي بغاو يديروا صالون ولا شي حاجه، كل واحد ولا كيكونوا عندهم صالونات يقدر يدير الشكل اللي بغاه هو. المهم الثمن ديالها غيكون همزه الاخوان ديالنا. ها هي راه محفظه مسجله بالتيتر بكل شيء. حتى هذه غنخلي لكم رقم صاحب العقار في اخر المعلومات. كما كتشوفوا دائما عقار واحد، عقار جوج، كل عقار كنديروا عقار واحد الرقم في اخر المعلومات، عقار الثاني في اخر المعلومات، حيت هكا بعض الناس كيدخلوا على الرقم ديال الاعلانات. هذاك غير ديال الاعلانات الاخوان ديالنا. بالنسبه لهذه 32 مليون، الثمن ديالها همزه، جات في الطبق الثالث الاخوان ديالنا. المساحه ديالها غتكون 54 متر، وهذه هي الشقة، وهذا هو العقار رقم 3. أما في خصوص المدينة، هي مدينة مكناس في العوجية. اسمحوا لي قلتها غلط ولا شي حاجة، العوجية. المهم الناس مكناس غيعرفوا هذه البلاصة هذه، وها الرقم ديال صاحب العقار. دابا ننتقلوا للعقار رقم 4 على بركة الله. اخوان ديالنا اللي مازال معنا في الفيديو، حنا انتقلنا للعقار رقم 4. كما قلنا لكم في الاول، منزل مستقل، كاين شقه وكاين حتى دار على شكل فيلا بالمساحه اللي كبيره بالجرده بكل شيء. غنقدموا لكم هاد الدار على شكل ميني فيلا كما كتشوفوا، نقيه لداخل ومبنيه جديده. شوف التفصيلات تبارك الله، الصور غيعطيو لكم جميع فكره حول هذا العقار وسط السكن وسط كل شيء. والمساحه ديالها غتكون كبيره تبارك الله، مساحه فيها 700 متر، والدار غتكون فيها 116 متر. دار جديده هانتوما كتشوفوا الاخوان ديالنا. خليكم شي مع الفيديو تكتشفوا العقار ونرجع نكمل لكم معلومات، حيت هضرت بزاف في هذا الفيديو. بنادم كيعيا، وشجعونا غير بواحد لايك، واللي بغى يشترك كنبارطاجيو جميع مدن المغرب. خليكم تكتشفوا شويه ونرجع نكمل لكم التفاصيل الباقيين الاخوان ديالنا. ايوا هذا هو العقار الثاني الاخوان ديالنا. الثمن ديالها غتكون 53 مليون. دار ميني فيلا وفيها الارض جرده دايره بالسور كامل وعندها الباب، اللي المساحه ديالها 700 متر. كتواجد في مدينه فاس في عين الشقف، هذا هو الموقع ديالها. حتى دابا الاخوان ديالنا كنظن جميع المعلومات واضحين، واللي عجب له هذا الشيء اللي كنقدموا ما ينساش يشترك في القناه ويضغط على زر الجرس، واللي ما بغاش يتشجعنا غير بواحد لايك تشجيع لنا. راه كنتعبوا باش نوصلوا لكم فيديو واحد كيكون فيه 4 5 6 العقارات ولا 3، يعني داك الشيء اللي وصلنا الفيديو. ودابا ما علينا الا ندعوكم في فيديو مقبل الله يجيب لكم ما تمنيتوا، والسلام عليكم ورحمه الله.